بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة المسيح نفتتح المبنى الإداري الجديد للبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة. لهذا المبنى قصة طويلة بدأت منذ إبريل سنة 2013. في إبريل 2013 تم الاعتداء على الكاتدرائية لأول مرة في التاريخ، مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وكان هذا الاعتداء في 7 إبريل 2013، والاعتداء ده حصل فيه خسائر كتيرة وفي إنسان توفى، وكانت مشكلة كبيرة. لكن كانت أكبر مشكلة ظهرت بهذا الاعتداء وجود محطة بنزين في مدخل الكاتدرائية، وطبعا المنطقة آهلة بالسكان، وكان في خطورة شديدة من هذه المحطة، وظهرت هذه الخطورة في أحداث إبريل سنة 2013. وبدأ التفكير في إغلاق هذه المحطة. جنب المحطة كان موجود مبنى لدورات المية من 3 أدوار. المبنى كله دورات مية، والحقيقة كان فيه أكتر من 36 دورة مية، فكان يمثل نقطة مع الروائح الغير جيدة في المكان وفي مدخل الكاتدرائية. بجوار كده كان في قطعة أرض صغيرة عليها قاعة من دور واحد كانت تستخدم في اجتماعات صغيرة، وجنب ده كان في قطعة أرض صغيرة فاضية. بدأنا المشروع من 2014 بعد إغلاق محطة البنزين، وابتدى المشروع ان احنا نخطط ازاي نعمل مبنى في المدخل يبقى امتداد للمقر. من المشكلات اللي كانت بتواجهنا وما زالت اللي هو قلة المكاتب الإدارية اللي نقدر نستخدمها في إدارة عمل الكنيسة الممتد في أماكن كثيرة جوه مصر وبره مصر. فكرة المكاتب، الحقيقة عدد المكاتب في المقر البابوي محدود جدا، والمكتب الواحد بنستخدمه استخدام 1 و2 و3. ومع اتساع العمل الكنسي، ومن أجل تنظيم العمل الكنسي فكرنا في إنشاء المبنى الإداري. بدأنا الإجراءات، الرسومات المعمارية والإنشائية واستخراج التصاريح وما واجه ذلك من متاعب ومصاعب كثيرة استغرقت وقت طويل جدا حتى وصلنا إلى عام 2019. في عام 2019 بدأنا عملية الإنشاء. طبعا عملية الإنشاء إعداد الأرض وتجهيز الأرض، إخلاء بقايا محطة البنزين اللي كانت موجودة، الصهاريج اللي في الأرض. برضو مبنى دورات المية كان له أساس خرساني كبير جدا استغرق وقت طويل، وتم تعديل في الرسومات أكثر من مرة لغاية ما استقرينا على الشكل الحالي. بدأ الإنشاء، والحقيقة تم الإنشاء من خلال 2 من المهندسين، المهندس عماد صبحي والمهندس وجيه صبحي، وهم شقيقان من الإسكندرية. وبدأوا العمل، وفي سنة 2021 انتقل المهندس عماد للسماء بعد ما المبنى ابتدى يبان على الأرض بعد الأساسات والدور الأول وهكذا. واستكمل العمل طبعا في فترة كورونا 2021 مع متاعب كتيرة كانت موجودة، لكن بطول الوقت ربنا كمل العمل الكبير. عايز أضيف حاجة مهمة، إن هذا العمل شارك فيه أعداد كبيرة جدا من المساهمين والذين اشتركوا، سواء بعطاياهم المادية أو بعطاياهم المتنوعة في التجهيزات اللي احتاجها المكان. المشاركة دهيت شارك فيها بعض الآباء المطرنة والآباء الأسقفة، وشارك فيها بعض الآباء الكهنة في كنايسهم سواء في مصر أو خارج مصر، بعض الأراخنة جوه مصر وبره مصر. الحقيقة المشاركة والمساهمة في هذا الإنشاء كبيرة جدا ولا يمكن حصرها. ويعني أنا بنتهز الفرصة علشان أشكر كل من مد يده من أجل هذا الإنشاء. تم المبنى
بأدواره ال7 على مساحة تقترب من 1000 متر لغاية الدور الرابع، وبعد كده بيكتمل البناء بمساحة تقترب من 600 متر. الأدوار من الأرضي لغاية ال7 كل دور له وظيفة. الأرضي وظيفته الاستقبال، الأول الصالون الرسمي، الثاني قاعة الاجتماعات الكبرى، الثالث دور الضيافة، الرابع دور الإدارة، الخامس دور الإقامة، والسادس الخدمات، والسابع استكمال الضيافة والإقامة. بهذه الصورة المبنى يمكن أن يؤدي إلى خدمات كثيرة بتتكامل مع المقر اللي موجود في العباسية. طبعا الاثنين بيشتغلوا مع بعض، وبيربط ما بينهم حديقة بلاندسكيب تم تصميمها بطريقة راقية، وأضافت الخضرة الكتيرة في هذه المنطقة. كنا نحتاج الخضرة بكثافة في المنطقة دهيت، ونشكر الله صارت خضرة على مستوى جيد جدا ربطت ما بين المبنيين. وصار المبنى الإداري يقوم وسيقوم بدوره في خدمة الكنيسة. وعلى سبيل المثال يعني في المقر ما كناش نقدر نستقبل أشخاص أو فوق أكتر من 80 شخص، ما عندناش مكان سواء صالون أو مدرج. صار هنا في إمكانية نحن نستقبل لغاية 200 شخص، 200 شخص بقاعة مجهزة جميلة بالشاشات بالتكييف بالجلسة المريحة بالديزاين بتاعها تقريبا نصف دايرة. فده إضافة بتسمح بالخدمات ذات العدد الكبير. كمان الصالون بيستوعب أكثر من 100 شخص، وبتبقى في إمكانية أنه ده واجهة الكنيسة واستقبال الرسميين واستقبال الأفواج الكنسية الرسمية، صورة بتقدم الكنيسة القبطية أمام الجميع بصورة جيدة. احنا بنشكر الله أنه أعطانا هذه النعمة الكبيرة، أن يتوجد مكان يضيف إضافة مطلوبة جدا لخدمة المقر البابوي وبطريركية الأقباط الأرثوذكس. والحقيقة العمل فيه تم من خلال صلوات كتيرة، والصلوات هي اللي كملت العمل دهوت. ولو حسبنا وقت إنجازه هتعتبر زي معجزة برغم ظروف كورونا وبرغم ظروف الأسعار المتغيرة وبرغم متاعب أخرى، لكن الله سمح أنه يكتمل ونفتتحه يوم السبت 19 نوفمبر 2022 بحضور جميع الآباء المطارنة والأساقفة بالمجمع المقدس، وتبقى فرحة جميلة وإحنا بنحتفل بمرور 10 سنوات على عمل الله معنا في إدارة الكنيسة. شيء مهم جدا أحب أختم بيه اللي هو عملية النظام في عمل المقر الإداري. النظام هو الأساس، ولما تبقى كل إدارة وكل مجموعة وكل خدمة، فعلى سبيل المثال عندنا شؤون الأديرة والرهبنة ملهاش مكتب، عندنا شؤون الأسرة ملهاش مكتب، عندنا ملتقيات الشباب ملهاش مكتب، عندنا شؤون المهجر وكنايسنا في المهجر ملهاش. كل ده هيتم تعويضه في المبنى الإداري الجديد. أنا بشكر الله كثيرا أنه أعطانا هذه النعمة، وعطايا الله جديدة في كل صباح، وأنا واثق أن هذا المبنى سيضيف خدمة جديدة وهامة ومطلوبة في خدمة الكنيسة القبطية. أنا بنتهز الفرصة عشان أشكر جميع الذين شاركوا بكل صورة من الصور، المهندسون اللي شاركوا في العمل سواء المعماري أو الإنشائي أو التنفيذي أو الإلكتروميكانيكالز أو الحاجات الآي تي في المبنى. تفاصيل كتيرة قدموها بحب وبأمانة وبإخلاص.
أنا بشكر الجميع، وأتمنى أن الله يبارك هذا العمل ويحفظه ويضيف خدمة مطلوبة وحيوية للكنيسة القبطية. مبروك عليكم المبنى الإداري.